الماسونية. قبل مشاهدة هذا الفيديو أنصحك بوجود أحد أفراد عائلتك معك، لأن هذا الأمر خطير وكبير. أحلام. اسم أحلام يتكون من 5 أحرف، ولكن من هي أحلام؟ أحلام هي مغنية. هل لاحظتم شيئا مريب؟ كلمة مغنية تتكون من 5 أحرف، أحلام أيضا تتكون من 5 أحرف. هل يبدو الأمر مريبا؟ هذه هي أحلام. ما الشيء المميز فيها؟ عيونها زرقاء. بماذا يذكركم اللون الأزرق؟ فستانها الأزرق. لكن هناك شيء آخر أزرق وهو البحر. هل تعلمون أين تعيش أحلام؟ في الإمارات. وهل تعلمون أين تقع الإمارات؟ على الخليج. الخليج عبارة عن بحر مياهه زرقاء. أحلام عيونها زرقاء تعيش على حافة الخليج الأزرق. هل يبدو هذا غريبا بعض الشيء؟ أنا أظن ذلك. حسنا، ماذا عن هذه الصورة؟ 5 مثلثات، 5 أحرف في اسمها، 5 أحرف في وظيفتها. بدأت الأمور تتوضح قليلا. هل تعلمون متى ولدت أحلام؟ عام 1969. وهل تعلمون ماذا حدث في هذا التاريخ؟ في هذا التاريخ حدثت الغارات المصرية على ميناء إيلات الإسرائيلي. بدأ الأمر يتعلق بإسرائيل، وبدأ الفأر يلعب في عبي. عام 2003 تزوجت أحلام. أحلام لديها 3 أولاد. 3 أولاد. 2003. يبدو الأمر غريبا بعض الشيء. شعار الماسونية أيضا يتكون من 3 أضلاع. ماشي، أحلام تريد كنتاكي، ولكن هل لاحظتم ذلك؟ شعار كنتاكي يتكون من 3 أحرف. أضلاع شعار الماسونية كذلك. أحلام تتكون من 5 أحرف. 5 زائد 5 يساوي 10. تزوجت عام 2003. لديها 3 أولاد. أضلاع الماسونية 3. إذا أحلام ماسونية. تم الذكر. لنرى على